تعالوا يا جماعة جولة في السوق الأمريكية أو في سوق الخضار في أمريكا، عشان في ناس كانت بتقولي الحاجة رخيصة. طيب، ادي الليمون العشرة ب2 دولار، والطماطم ب1.29. طبعا طماطم كده رخيصة. وده الخس او الخس اللي عندنا بيتباع في مصر، طبعا شوفوا يعني ما شاء الله عندنا كبير وكتير. ده الواحدة بس ب1.99. وهنا الكرنب هنا بيتباع صغير ازاي، بس بيتباع بالباوند، ما بيتباعش بالواحدة، بيتباع بالباوند، يعني بالنص كيلو او بربع كيلو، يعني كل حاجة هيوزنوها لك، فبرضه غالي. واللي جنبه ده الكرنب المصري بتاعنا نفسه، بس على اصغر، يعني شوية صغيرين، يعني ما هوش كتير. الحبايه حجمها صغير. وادي البصل الربطتين ب3 دولار، او الربطه الواحده ب2 دولار، فانت يا تاخد 2 يا تاخد واحده. وادي قسم اللحوم غاليه جدا 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 جدا. تعالوا نتفرج على اللحوم. بصوا، طبعا انا عايزه ستيك، اروح للستيك. الواحده ب 16 دولار، يعني الثلاثه دول ما يكفوش 2، يعني يا دوبك يكفوا شخصين 2 بحوالي 16 او 17 دولار. فانا بوريكم قد ايه الاسعار هنا رخيصه، رخيصه جدا. يعني ده هي يعني ده في زياده وزياده وزياده. ودي حتتين تبون، يعني برضو يا دوبك شخصين لغدوه واحده، بس برضو 17 او 18 دولار. دي قطعه لحمه بقى، يعني تقعد عندك، يعني تعمل لها كام طبخه كده ب 162. شايفين 162؟ وهنا الحته الثانيه ب 115. يعني بصراحه هنا كل اللحوم غاليه جدا. ادي اللحمه المفرومه ب7 حاجه. آه يعني ممكن تعمل لها صينيه جلاش او اي حاجه، يعني ده غير بقيه الحاجات التانية. فالحاجه هنا غاليه. للناس اللي بتقول لك الحاجه هنا وترامب اول ما مسك رخص الدنيا، لا، الدنيا مش رخيصه. دي الفراخ هنا شايفين برضو غاليه، مش رخيصه. الواحده ب8 دولار او 7 دولار. وغير الفراخ اللي هي مثلا المخليه، انا عايزه فراخ مخليه ديت زي ديت، يعني ب6 دولار او 7 دولار، يعني يا دوبك تعملي اكله تكفي شخصين. وده البصل زي ما قلت لكم